أيها الشاب وأيتها الشابة الغرقان في وسائل ومنصات العالم، اهدأ قليلا واحترز. اهدأ واحترز ولا يضعف قلبك. اقفل الموبايل شوية كده، اقعد مع نفسك، اقعد مع ربنا كده، واطلع على السطح كده، او اقف في البلكونة بتاعتك كده واشرب كوباية شاي كده، واقعد كده، اقعد حكي مع ربنا شوية، حكي مع نفسك شوية، انطلق بروحك شوية. منكب على الموبايل وعينك في شاشة الموبايل ومال، وتعمل بأصبعك تاتش 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 تاتش. وقف التاتش شوية، وقف شوية، وقف شوية. أصبعك نعمت من التاتش ده. أنا معرفش الموبايلات دي واستخداماتها هتصيب البشرية بإيه فيما بعد، لكن كل ما أراه أنا بعيني رأسي كل يوم أطفال جمال بساط عصبيين وغضوبين ومش مركزين. ليه؟ لأن بابا وماما سايبين الموبايل معاهم مع الأطفال وهم في دنيا تانية. طبعا ده بيدمر خلايا المخ ويبهدل النفسية ويعمل آثار جانبية صعبة جدا، لها آثار أيضا عليك. رجع إلى نفسه، والأجمل من ده ومن ده قال أقوم الآن. وهتسمع المديحة النهاردة: قم يا إنسان ولو من الآن. من الآن، أقوم الآن. الآن. ياما بنقول دي آخر مرة أنا هعمل الشر ده وتبقى دي آخر مرة. مين قال دي آخر مرة؟ آخر مرة اللي حصلت خلاص. قول دي آخر مرة اللي حصلت دي خلاص. أقوم الآن وأرجع إلى أبي